هو المفروض ملوش حاجة عندك غير ان هو ينصحك بس. وانت بقى طبعا. ممكن تكون من النوع اللي تقول له ايه، لا معلش مالكش دعوة. انا مش انا صغير. انا عايز اعمل اللي انا في مسؤول، دماغي. انا مسؤول عن بيتي وعن عيالي وانا عارف انا بعمل ايه ومش عارف ايه. ده بيحصل، فيقوم ده بس بيحصل. بس في الاخر لو لقاك بتتسوح او بتتحط عليك بيجري غصب عنه، ما هو اخوه طبعا. بيتداس عليه. ده اللي ما هم طبعا. حصل. هم سابوا مع لي دماغه. اني هو هم قايل سابوا لك لي ما تعملش دماغه. كده، طبعا. مع انه قال لك انت ما تعملش كده وانت ما سمعتش كلامه وقلت له مالكش وهم على دعوه. يد يا عمرو، على يد كلهم قالوا له يا عمرو لا 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 لا، هو اللي صدر دماغه، هو اللي طب اندمج، وهو ليه؟ برضو اللي عشان برضو يا عيني غلبان، فيعني ايه حس الموضوع كده بسهوله، ما يعني شافوش. الواد مثلا كان هو اصلا مواعده في سيد حاجه مش شايف. مثلا. اقول لك انا الحقيقه، سيد على الطلاق بالثلاثه اقسم بالله ما شايف الواد مين. سيد هو فاهم ما ان ما هو بس عنده مشكله في لسانه وخلاص، ما يعرفش ان الواد اساسه دماغه تعبانه. امم. لا ده رسمي يا عم الحاج، ده اللي زي ده، ده اللي زي ده خسارة قريبة ولا مكسب بعيد. لا وبعدين لا لا سيد لا بيقول لا. إيه؟ هو هو كان سيد الموضوع ابسط بيفكرني من بقول له كده لا اقسم بالله، عشان بس هو هي عنده الناس مشكله في عشان لسانه. يتسلط عليهم الضوء، بس الموضوع ابسط من كده، بص بس يا عشان ابو يتسلط يوسف، عليه الضوء وعشان هم اولاد شعبان وعشان هو ما اعرفش مين، فالموضوع خد اكبر من حجمه. لكن هو فرح زي اي فرح وبيحصل فيه هيصه، يقول لك الفرح كان فيه 10 مليون، ده هم القاعه 200 فرد ب 200 وجبه، انت هتكذب. 10 مليون ايه يا عم؟ ليه يعني 10 مليون؟ بيقول لك لو حفله عمرو دياب مش هتبقى كده يا ده، بقول لك العيال بتوع التكاتك كانوا بيركنوا بره يالا بيلعبوا حبيبي زي تويو، تقول لي بيقول وبيحبني؟ يالا يخرب بيتك يالا، ايه يالا اللي بتقوله ده؟ انت مصدق نفسك يا حبيبي؟ يقول لي اتصل لي بالحكومه، قلت له حكومه؟ هو انت مدير امن الشيراتون عشان نتصل لك بالحكومه؟ الحكومه تيجي تحميك؟ ولا في راجل جدع من شبرا يجي يحميك ولا يجي يخلي باله منك؟ عشان انت اصلا مين يعرفك ولا مين يجي لك هنا اصلا؟ سفيه سفيه مين سفيه. اللي يجي لك من رجاله شبرا المظبوطه عشان يجي لك فرحك؟ انا جيت غلطه عشان عم سيد ده، انا ما بصحاش بدري الشغل يالا يا ابن دين ورحت والله العظيم ثلاثه. على نهار كلامك تصحى ابيض. بدري شغلك يا والله عم. العظيم ثلاثة يا عمرو. أنا شديت أبو يوسف من قدامه بالعافية، مسكته من إيده زي الكلبش كده شديته. واحمد علي قلت يقول له لي يعني يلا انت اللي نطلع هتبوظ لي بره. الدنيا، ده انا بقول لك اقف معايا، تيجي انت اللي عايز تعمل لي مشكله وخرجني بره صاحب القاعه، وقال لي من النبي معلش وعشان خاطري وعدويه ووقت وخميس وبنت ويلا وعم حسن من هنا يلا والنبي يلا والنبي، وطلعنا مشينا كلنا وسيبناه، وقلت له بوريني يا ابن ما اعرفش ايه هتخرج من هنا ازاي. هو الولد ده بيستفز اي حد يا عمرو.